ايه الفرق بين اتنين بطلوا التدخين؟ الاول بيقول كل يوم لنفسه انا بحاول ما ادخنش، والتاني بيقول انا مش بدخن. يمكن الجملتين شبه بعض، لكن واحدة منهم بتخليك ترجع تاني للتدخين، والتانية بتغير حياتك كلها. وده بالظبط سر لناس كتير نجحت في انها تبطل التدخين، وناس تانية ترجع بعد شهور او حتى سنين، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. اهلا بيكم في الحلقة رقم 10 والاخيرة من سلسلة الاقلاع عن التدخين. على مدار السلسلة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوعات زي ليه بنرجع للتدخين، ايه هي اعراض الانسحاب، ايه هي الانتكاسة، ايه هي الرغبة المفاجئة. اتكلمنا عن تأثير الناس اللي حوالينا في موضوع التدخين. اتكلمنا كمان عن أصعب المواقف اللي بتقابلنا بعد الإقلاع. لكن لو سألتني إيه أهم خطوة في الرحلة كلها، هقول لك الخطوة اللي هنتكلم عنها النهاردة. معظم الناس ممكن تشوف إن المشكلة في السيجارة، لكن المشكلة الحقيقية في الهوية. يعني إيه؟ يعني واحد بيقول أنا مدخن وبحاول أبطل، حتى بعد شهر، بعد 6 شهور لسه شايف نفسه مدخن. وأول ضغط، أول مشكلة، أول مناسبة يرجع لنفس الشخصية القديمة، لأن عقله مقتنع إنه مدخن. سر النجاح الحقيقي في الموضوع ده، الناس اللي بتنجح بجد هما مش بيغيروا عادة، هما بيغيروا شخصيتهم. بيبدأ يقول لنفسه أنا مش بدخن. تخيل واحد عرض عليك سجارة، لو رديت لأ أنا بحاول أبطل، فعقلك كده لسه شايف إن التدخين جزء منك. لكن لما بترد لأ شكرا أنا مش بدخن، الجملة تبان صغيرة بس تأثيرها على عقلك كبيرة جدا. ولو الشخص ده قالك من كذا مرة دخنت معايا، قول له لا الحمد لله أنا بطلت تدخين، حتى لو بقالك أسبوع مبطل. طب إزاي تبني هوية شخص غير مدخن؟ أول حاجة تغير كلامك مع نفسك. بدل ما تقول أنا بحاول أبطل تدخين، قول أنا شخص غير مدخن. تاني حاجة اعمل حاجات تناسب هويتك الجديدة، رياضة، مشي، أكل صحي، قراءة، أي عادة تخلي عقلك يقول دي شخصية جديدة. تالت حاجة افتكر إن كل يوم بيعدي من غير تدخين ده مش يوم عدى وخلاص، ده دليل إن هويتك الجديدة كل يوم بتقوى. رابع حاجة لو في يوم ضعفت، افتكر ان الوقعة دي مش معناها انك بقيت مدخن تاني. ارجع فورا للطريق وما تخليش لحظة الوقعة تهدم اللي بنيته. عايز اقول لكل واحد وصل للحلقة دي انا فخور بيك، سواء بطلت من اسبوع او من شهر او لسه بتحاول. انت اخدت اول خطوة في اهم رحلة ممكن تعملها لنفسك. من النهاردة ما تقولش انا بحاول ابطل، قول أنا شخص غير مدخن. ولو السلسلة دي ساعدتك بنسبة 1%، شاركها مع أي حد لسه بيحارب التدخين، يمكن تكون سبب في إن حياته تتغير. وأشوفكم على خير في سلسلة جديدة من درس مباشر.